هذه صورة قديمة للملك سلمان بن عبد العزيز، الله يطول عمره ويديم الأمن والأمان ماسكن الطير. وبالمناسبة هذه كتبت بيتين وأقول: يا خالي الضعف من نفعك ما حد خالي، قيمتك عدت مهر بنت سنافية، عند العرب منزلك لو ما هو بعالي، ما كنت معشوق لملوك السعودية. ما شاء الله تبارك الله، أمطار خير وبركة إن شاء الله. ويقول: الجو ما يساعد على جلسة البيت، وراعى العمل ما يلام لعلن غيابه، ودك تسجل البر ضمن الكواشيت مع خوة الأصحاب، والله قرابه في خايعا ما خربوها السرابيت، عشبه تنوع عقب سيل السحابة، وتشب نارك فيه يا طيب الصيت، هذا المكان اللي يشيل الكآبة. الدكتور خالد الزعاق يشرح ويعلمنا متى ينتهي القيض بالتفصيل. وقبل لا أنزل مقطعه عندي أبيات وأقول: يا مدعين العلم بالقول ما خاب، ما غير هالزعاق ما تنافسونه، رجلا بلا شارب وتنطحها الأشناب، وعند التحدي طاحت أشناب دونه، كم واحد خالف كلامه ولا صاب، يلي تبون الفوز لا تخالفونه. أكيد تبي تسألون متى ينتهي القيض. ما بقي من القيض كثر ما راح. في الصيف 5 نجوم: السنة والمربعنية والزدحة، وهالثلاث ذولي قفا وراحا، وحنا هالحين عايشين بجمرة القيض. وبعد 18 يوم تدخل علينا موسم القويضة اللي هو النجم الأول من نجوم سهيل. ولما دخلت علينا القويضة تبدأ درجات الحرارة بالانكسار التدريجي تباعا مع مرور الأيام. الدكتور خالد الزعاق يعلمنا بفوايد دخول سهيل، وش انه اسمعوا وش يقول: ونبشر طلع سهيل ولا طلع سهيل خير يا طير، احنا ما نقول هالكلام هذا. ليه؟ لأن طلوع سهيل يعني لنا الشيء الكثير، ومع طلوعه تبدأ تهب علينا الرياح الجنوبية الرطبة، فتلطف الأجواء وتكسر حدة الرياح الشمالية الحارة المسمى برياح السموم. وأهل الأولين الله يرحمهم يقولون إن الشجر جالسة تنتظر طلوع موسم سهيل، وبما أن سهيل يطلع من الجهة الجنوبية فإنها تخضر فرحا وابتهاجا لرؤيته. إذا كانت الشجر تفرح لرؤية سهيل، ورانا حنا ما نفرح. ومع طلوع موسم سهيل يطلع علينا أجمل وألمع نجوم السماء المسمى بنجم سهيل، وحنا يا العرب وقلوبنا خضر